السلام عليكم. شوفوا هذا الشيخ الجزائري شنو يوقع له في المانيا مع مغربي. هذه المره في المطار نحكيها باش نرطب القلوب، لان كلامنا يوصل للبلدان الاخرى. الحمد لله لقيت بشاب، انا نزلت تعبان في مطار المانيا، يجي شاب يشتغل في المطار. تخيلوا على 6 صباحا انت تنزل المريض يطبعوا فيك هكذا، فلقيت شاب جاي يشتغل في مطار فرانكفورت. انا وين نعرف فرانكفورت؟ فعمل لي هيك السلام، قلت له عليكم السلام. فقلت الجزائري يعرفني من الصور والتلفزيون وكذا. لكن بعدها 5 دقائق جاب لي قهوه يا جماعه، جاب لي قهوه سخونه وجا قال لي واش راك شيخنا؟ لاباس؟ قلت له والله يا وليدي غير راني بخير. قلت له انت من الجزائر؟ قال لي انا من المغرب. وش نقول لكم اكثر من هكا؟ هاني نهضر الحق ولا ما نهضرش الحق؟ ومنيتنا اننا نكونوا امه واحده كما سمعتوا الاخوان، راه نكونوا هذا هو متحابين. الواقع. احب من احب وكره من كره، وحنا رحنا خاوه. احب من احب وكره من كره، ولا عزاء للحاقدين ولا عزاء لاصحاب الفتن. راه هادشي هذا هو اللي كاين. اما داكشي ديال وسائل التواصل الاجتماعي راه بوحديتو. كما كنقول لكم دائما، كطلعوا علينا وكنطلعوا عليكم. اي جزائري مرحبا به. وهذوك اللي كيكتبوا كيبغيو يديروا الفتنه، كنقول لكم الله يهديكم، الله يألف بالقلوب، الله يدير شي سواد الخير. وكمل هذا الاخوان الصلاه والرياضه وتهلا في الوالدين، واللي دار الله هي اللي غادي تكون. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.